السلام عليكم ورحمة الله. هنعمل النهاردة أكلة اقتصادية. جبت كوباية ونص من الرز، غسلته وصفيته كويس وطحنته في المطحنة. بعد كده جبت الكبة، حطيت فيها 3 فصوص من الثوم وبصلاية متوسطة أنا مقطعاها 4 تربع. ضفتهم كده في الكبة، وهبدأ أضيف عليهم نص حزمة من الكزبرة والشبت والبقدونس، وطحنتهم كويس جدا. بعد كده كل اللي عندي نص كيلو من اللحمة المفرومة. وصفة النهاردة هتعمل كمية كبيرة جدا وموفرة، وهنشوف. ادي الرز اللي انا جبته، اللي انا طحنته. خدت منه معلقتين، حطيت كمية من اللحمة المفرومة وكمية من الرز والخضار اللي انا حطيته وطحنته كويس جدا. بعد كده فضيتهم في طبق، وجبت باقي كمية اللحمة. باخد كمية بسيطة علشان الكبة صغيرة، وشوية كده من الرز المطحون، وهبدأ أضيف عليهم شوية من اللي أنا طحناهم في البداية عشان كله يمتزج مع بعضه. طبعا كده عرفتوا أنا بعمل إيه. أيوة، أنا بعمل كفتة الرز. بعد كده هاخد بقى الكمية اللي أنا ضربتها في الكبة، أطلعها على جنب كده في الطبق، وأبدأ أضيف باقي الكمية اللي عندي، وأحط عليها باقي الرز المطحون وباقي كمية اللحمة. افرمهم كويس او اطحنهم كويس جدا 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 في الكبة. كمية الرز عندي عبارة عن كوباية ونص من الرز مغسول كويس جدا وسايباه لما تصفى تماما، ونص كيلو لحمة والخضرة زي ما قلت لكم. بعد بقى ما اتفرموا، زودت معلقة من الملح، معلقة من الفلفل الاسود، معلقة من بهارات الكفتة، ومعلقة من البيكنج باودر. ضروري جدا البيكنج باودر عشان تكون هشة وتكون خفيفة، ما تكونش مكتومة. هبدأ بقى اعجنها كده بايدي. في المرحلة دي ممكن تستخدمي الكبة تاني وتدخلي الكميات، يعني تقطعيها كده 4 كميات وتفرميها تاني في الكبة، او اعجنيها كويس جدا على ايدك. بعد كده جبت معلقتين زيت كده معايا في طبق، وهبدأ احط في ايدي زيت، ادهنها كويس بالزيت عشان اعرف اشكلها. ويا اما تشكليها في كف ايدك هتديكي الشكل اللي هي مسحوبة كده من الجناب وفي النص منفوخة شوية، او هتشكليها على لوحة تقطيع عشان يديكي الشكل الاسطواني المنتظم، الطريقة اللي تريحك طبعا. يبقى انا عشان اخد الشكل الاسطواني المنتظم هعملها على لوحة تقطيع او على الرخامة. هبدأ كده اشكلها. طبعا كمية نص كيلو لحمة مفرومة عملت كمية كبيرة جدا من كفتة الرز، لان انا طبعا ضايفة فيها كمية من الخضار وكمية من الرز. بعد بقى ما بصبعها ممكن احطها في الفريزر عندي، بين كل طبقة او طبقة كيس من اكياس التلاجة، او ممكن استخدمها كلها واقليها. بعد بقى ما شكلت الكمية كلها، بصوا بسم الله ما شاء الله، عامله لي كمية كبيرة. جبت طاسة على النار، حطيت فيها زيت، وبدأت انزل بكمية الكفتة اللي عندي. املى الطاسة كده. هقول لكم بقى على تريكة تخليها ما تفتحش معاكي زي ما فتحت معايا دلوقتي. طبعا انا سبتها في الزيت ورحت اعمل شوية حاجات، فالجزء اللي كان فوق مش مغطيه الزيت بدأ يفتح. طب انا مش عايزة املى زيت كتير قوي في الطاسة، او ما عنديش زيت كافي. هعمل ايه؟ اول بقى ما تيجي تنزليها في الطاسة، انا هطلع الكمية دي دلوقتي وهقولك هنعمل ايه في الكمية الجاية. اهو زودت كده كمية اضافية. هبدأ اول ما نزلتها في الطاسة مش هستنى عليها، هبدأ اقلبها على طول علشان الزيت يغلفها من فوق ومن تحت. كده هتضمني ان شكلها هيكون منتظم واملس، ومش هتشقق معاكي خالص. اهو شايفين كده شكلها عامل ازاي؟ املس جدا، ولا فكت ولا شققت ولا عملت اي حاجة. اول ما بنزلها في الطاسة ببدأ اقلبها، وايدي فيها على طول اقلبها كل شوية. طبعا الكمية دي عملت معايا كمية ما شاء الله، زي ما قلتلك كمية حلوة قوي. جبت بقى طاسة، حطيت فيها معلقتين من الزيت، وحطيت فيها بصلاية مقطعة رفيع، وزودت معلقة صغيرة من الثوم المهروس. وبعد ما شوحتهم نزلت بعصير طماطم ومعلقتين صلصة، ملح وفلفل اسود، معلقة سكر، ونص معلقة من الكمون. بعد بقى ما الصلصة بتاعتي اتسبكت، هبدأ انزل بالكفتة اللي انا عاملاها الجميلة الخطيرة دي. بصوا بقى الجمال، مفيش بعد كده. أكلة مشبعة وجميلة جدا. طبعا الكفتة عشان فيها رز هتبدأ تشرب كل كمية الصلصة، فانتوا لو عاوزين كمية صلصة تكون زيادة من البداية كده خففوا الصلصة وزودي عليها مية. لو عاوزاها تكون يعني كمية الصلصة قليلة، براحتك، كفاية عليها قوي كده. هسيبها بقى شوية حوالي 10 دقايق كده على النار. بصوا كده جمالها.
بصراحة أكلة جميلة جدا. طبعا كفتة الرز بتتاكل جنب الرز، أو ممكن تاكليها كده جنبها سلطة خضراء، هي فيها كل العناصر الغذائية. جربوها والله جميلة قوي وسهلة. وأنصحكم ما تيجوا تعملوها اعملوا كمية منها كبيرة، علشان تعملوا وجبتين، وجبة تاكلوها في نفس اليوم والتانية تتحط في التلاجة أو في الفريزر، يعني تحفظيها تطلع على القلي وعلى الصلصة على طول. وصفة جميلة وسهلة وبتفكرنا كده بأيام جداتنا. حلوة والله، جربوها هتعجبكم إن شاء الله. تتاكل طبعا مع الرز الأبيض وسلطة خضراء بألف هنا وشفا. ما تنسوش لو الوصفة عجبتكم تعملوا لي لايك وتحطوا لي كومنت حلو. ولو مش مشتركين في القناة تشتركوا، ولو انتم على الفيسبوك اعملوا لي لايك وفولو للصفحة. شكرا، اشوفكم في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.